الهلال السوداني بيسلم كاس مستندات تعليق دور نصف النهائي لحين حسم قضية المساوي. كاف بيرضخ للضغط العالي بعد البيان الناري وترجيحات باصدار القرار خلال ساعات، وهجيلك للبيان الناري وهقول لك ايه التفاصيل اللي فيه بالظبط. لكن ما دام جبنا سيره الهلال السوداني يبقى في عظمه بتحصل، يبقى اخبط اللايك المتين والشير ووصل الفيديو ده ل 10000 لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مصطفى جابر. ويا ريت كل الناس اللي بتتابعنا تعمل اشتراك، لان في ناس كتير مقصره، يعني بيشاهد بيسيب تعليق، ممكن يكون بيسيب لايك، بس ناس ان هو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. ما زلنا بنضغط، والضغط ده بيجي من الاعلام اللي هو احنا صوت الهلال السوداني، سواء بقى كنت مصري هلالابي ايا كان، لان في اتحادات كتيره جدا متضامنه مع الهلال السوداني. وزي ما قلت لك ان الاتحاد بتاعهم هم للاسف، او الاتحاد بتاعكم اللي هو اتحاد السودان هو اللي مزعلنا شويه، لكن ان شاء الله يضغط يعني نسمع ايجابيات ونسمع حاجات جميله جدا. عايز اقول لك ان نادي الهلال السوداني تلقى رسميا خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بيحدد جلسة استماع في القضية يوم 9 ابريل 2026، وده قبل يومين بالظبط من النهائي بين الجيش الملكي والنهضة. طب انت لسه هتعمل جلسة استماع؟ طب هتحكم فيها امتى؟ طب انت اصلا ما اجلتش، انت واخد بالك؟ انا عارف ان دي مسكنات، فعشان كده بقول لك شير على اوسع نطاق. واكيد طبعا نادي الهلال السوداني مش هيسكت، انا بقول لك اهو. يمكن ده جه من الضغط بعد ال5 بلاغات الرسمية اللي تقدم بيها الهلال السوداني خلال الفترة من 23 مارس ل 3 ابريل دون ان يتلقى اي رد، ما اعتبر النادي دليلا على قبول النظر في القضية مع ترحيبه بهذه الخطوة. رغم ذلك ابدى الهلال مخاوف جدية بسبب عدم استلامه اي توضيحات تتعلق بمواقف الاطراف الاخرى في القضية، وعلى رأسهم نهضة بركان وحمزة الموسوي، مؤكدا ان هذا الصمت غير مقبول اجرائيا ولا يساعد على ضمان عدالة الاجراءات. ما هو خلاص هم لو لعبوا الماتش والدنيا والحكاية اكيد ما تضمنش ان هو يحصل زي ما حصل مع منتخب المغرب والسنغال والكلام ده كله. طيب، وطلب الهلال الاتحاد الافريقي بضروره واحد، وده بقى الاهم وده المهم بالنسبه لنا، اصدار القرار وابلاغ جميع الاطراف قبل مباراه 11 ابريل او تعليق المباراه لحين صدور القرار النهائي. كان المفروض بقى مد شويه، اما تسرعوا في اصدار القرار ده، وفي حاله عدم الرد قبل 6 ابريل الساعه 11 بتوقيت القاهره، أكد النادي أنه سيتجه فورا إلى محكمة التحكيم الرياضية كاس. كما أشار الهلال إلى نقطة حساسة بتتمثل في أن جلسة الاستماع سيترأسها نفس الشخص اللي أصدر قرار 14 مارس برفع الإيقاف المؤقت عن حمزة الموسوي دون إخطار النادي، ومطالبا بإبعاده بسبب تضارب المصالح. واختتم الهلال بيانه بالتأكيد على تمسكه الكامل بحقوقه واستمراره في الدفاع عن نزاهة كرة القدم الأفريقية عبر كل الوسائل القانونية المتاحة. والله كل الدعم الهلال السوداني، بنحاول على قد ما نقدر نوصل صوته، شغالين على اليوتيوب، على الفيس، على التيك توك، وانا عارف ان انتوا والله داعمين الفيديوهات على قد ما تقدروا، بس شيروا في كل مكان على قد ما نقدر. الهلال ينهي التحضيرات والعين على خطوة جديدة نحو اللقب. أجرى فريق الهلال مران الختامي اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة اللي بياخدها عصر غد الاثنين. طبعا عندنا ماتش مهم جدا مع مارينز بكرة إن شاء الله ضمن الجولة 26 من الدوري الرواندي الساعة 3 بتوقيت مصر والسودان. كل التوفيق للهلالابي، وإن شاء الله نطلع نفرح ونعمل فيديو وإحنا بنقول مبروك الفوز إن شاء الله رب العالمين. بيدخل الأزرق اللقاء بطموحات كبيرة، حيث يوصل المدير الفني إرجي كامب العمل على الحفاظ على تركيز اللاعبين في المباريات المتبقية من أجل حسم النقاط والتشبث بالصدارة حتى نهاية المشوار وتحقيق لقب الدوري، ويبقى في دوري ابطال افريقيا برضو جديد ان شاء الله. وشهدت التحضيرات دفعة جديدة داخل الجهاز الفني بوصول الروماني ادريان بوبا مدرب الاحمال الجديد الى رواندا صباح اليوم، حيث باشر مهامه مباشرة وشارك في الحصة التدريبية خلفا للمدرب التونسي سليم لبرك الذي تقدم باستقالته لظروف اسرية. عايز اقول لك كمان ان المريخ بيفلت باعجوبه امام صاحب المركز قبل الاخير، وعقوبات منتظره بانتظار مدربه. الهلال يشرع في تدريبات اعداد الفريق لمرحله النخبه من الدوري الممتاز. الاتحاد السوداني يؤكد انطلاق دوري النخبه يوم 26 ابريل الحالي بالخرطوم. كده تكون انتهت حلقتنا، اشوفكم على خير.